بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب قلبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. حبايب قلبي وحشتوني كتير كتير. النهارده ان شاء الله حبايب قلبي، انتوا عارفين طبعا الغلا والايام اللي احنا فيها، ربنا يا رب يعافينا وان شاء الله يرفع عننا الغلاء والوباء، اللهم امين. ان شاء الله بحق الايام المفترجه والشهر المفترج اللي داخل علينا، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. حبايب قلبي، ان شاء الله زي ما انتم شايفين كده النهارده هنعمل الكشري الاسكندراني. طبعا بيجي ايام علينا في الغلا ده، وباخر الشهر ما بيبقاش يعني الميزانيه بتبقى مش قد كده، فنعمل بقى ايه الحاجات الاكلات الحرشه القرداحي دي اللي من غير لحمه ومن غير فراخ، بتبقى جميله جدا برضو وبتبقى خفيفه، وان شاء الله طريقتي النهارده تعجبكم وتعتمدوها في الكشري الاسكندراني باذن الله. حبيبه قلبي، لو انت اول مره تشوفي قناتي، انا قناه فكري وجددي مع رانيا، يسعدني طبعا لو تعملي لي اشتراك ان شاء الله. حبايب قلبي، النهارده هنعمل مع بعض الكشري الاسكندراني. زي ما انتم شايفين انا هنا معايا كوبايتين ونص رز، ومعايا كوبايه عدس. كوبايتين ونص رز، طبعا الكميه اللي انت تفضليها. انا هنا عامله كوبايتين ونص رز، حط عليهم كوبايه واحده عدس اصفر متنضفين طبعا، والرز نضيف والعدس نضيف وزي الفل زي ما انتوا شايفين كده. ان شاء الله النهارده طريقتي تعجبكم وتعتمدوها باذن الله، وما تعملوش غيرها، بيطلع في منتهى الجمال والروعه، وان شاء الله تجربيها وتعجبك باذن الله وتنول رضاكي. زي ما انت شايفة حبيبة قلبي، انا هنا مقطعة بصلاية كبيرة صغير زي ما انت شايفة كده بالشكل ده، وحطيتها على النار طبعا مع مادة دهنية، زيت او سمنة اللي تفضليه. انا هنا بحط زيت وبحط سمنة الاتنين مع بعض. وبدأت بقى تقليب في البصلاية بتاعتي لحد ما تاخد اللون الأحمر بتاعي اللي انتوا شايفينه الذهبي الحلو ده. وبعد كده هبتدي أنزل عليها الرز بتاعي بعد ما غسلته زي ما انتوا شايفين كده. حابة تنزلي الرز والعدس مع بعض، إيه اللي يريحك. انا هنا بنزل الرز يعني قبل العدس بدقيقة او دقيقتين بالظبط، عشان العدس ما بياخدش سوا وما يتهريش معايا، وتبص تلاقيه شكله مش ظريف في الحلة كده مع الرز. زي ما انت شايفة حبيبة قلبي اهو، انا قلبت الرز بالظبط حوالي دقيقتين تشويحة كده مع البصلة، وإن شاء الله أنزل عليه العدس بتاعي. زي ما انت شايفة اهي كوباية العدس غسلتها ونزلتها على الرز بتاعي زي ما انت شايفة. آه طبعا لو نزلت العدس مع الرز يعني هتبص تلاقيهم كده عجنوا مع بعض كده، والعدس أخد يعني سوا بسرعة قبل الرز، و آه وشكله في الاخر بقى الشكل مش النهائي مش ظريف وشكله مش حلو. زي ما انت شايفه كده حبيبه قلبي، انا نزلت هنا معلقه كاري. لو مش حابه طبعا وحابه تستغني عنها بلاش منها خالص، هي هتديكي لون للرز مصفر شويه. مش حابة تخليها وتحبي الرز أبيض زي ما هو كده تمام، بس هي كده كده البصلاية بتدي لون غامق شوية للرز، مع معلقة الكاري كمان هتدي له لون في منتهى الجمال. وحطيت نص معلقة فلفل أسمر ونص معلقة بهارات، وهحط كمان مكعب أهو من المرقة، وهحط حبة ملح. انا هنا حطيت مكعبين كمان مش مكعب من المرقه، انتي طبعا اللي تفضليه. حابه تحطي مكعب واحد تمام، مش حابه تحطي خالص بلاش، واستكفي بالملح بتاعك. بس طبعا انتوا عارفين ان المرقه بتطعم الاكل جدا. ومعايا الكاتل هنا كنت حطاه مشغلاه وبيغلي، والميه بتغلي زي ما انتوا شايفين. زودت بقى الكشري بتاعي اهو زي ما انتوا شايفين كده. آه وبعد ما قلبت الرز بتاعي طبعا والكشري بتاعي اسفه، وظبطت الحياء بتاعه زي ما انتم شايفين كده، ملح وفلفل اسمر وبهارات وكركم لو حبه، قصدي كاري اسفه لو حبه. وهنا معايا بقى وطيت على الرز طبعا وسبته يستوي براحته خالص. ومعايا هنا بصلتين كبار او 3 حسب الكميه اللي انت تفضليها، حطيت عليهم معلقتين من الدقيق وابتديت اقلب فيهم،
وبعد كده هنفضهم ونحمرهم في الزيت ان شاء الله علشان الكشري بتاعي. زي ما انت شايفه حبيبه قلبي، حطيت الطاسه بتاعتي على النار وحطيت فيها الزيت، وبعد ما صفيت الزيت بتاع البصل بتاعي من الدقيق، يعني حطيته في مصفى سلك ونزلت الدقيق الزياده اللي فيه وبدات اقلي فيه زي ما انت شايفه. معلقه الدقيق اللي احنا حطيناها هتديله قرمشه وتحافظ على القرمشه بتاعته. زي ما انت شايفه حبيبه قلبي الكشري بتاعي استوى زي ما انت شايفه اهو، في منتهى الجمال ومفلفل جدا. وكمان لما تتعودي تعملي رز او تعملي كشري اسكندراني او حاجه زي كده عشان تبقى مفلفله معاكي، بعد ما تطفي عليها النار سيبي الهواء، سيبي الحله متهويه سنه، يعني الغطا متهوي سنه كده علشان الرز بتاعك ما يعجنش ويبقى في منتهى الجمال. شايفه بقى البصل بتاعي اخد اللون اللي احنا عايزينه اهو، يعني هقرص عليه سنه صغنونه كمان في السوا، وبعد كده زي ما انت شايفه بدأت اطلع فيه في المصفى السلك بتاعتي. ولازم لو بتحمري بصله لكشري تطلعيها على مصفى سلك، ما ينفعش تطلعيها على مناديل عشان تحافظي على القرمشه بتاعته، لازم مصفى سلك. بدأت بقى اغرف في الكشري الاسكندراني بتاعي، هو لونه اغماء كده طبعا عشان البصله وعلشان معلقه الكاري اللي انا حطيتها، وتقدري طبعا تستغني عنهم لو عايزه الكشري بتاعك لونه فاتح. ما تعمليش البصله وما تعمليش معلقه الكاري، بس بتديله طعم في منتهى الجمال. والبصله بتاعتي اهي زي ما انتم شايفين رصيتها بقى حوالين الطبق بتاعي بالشكل اللي انتم شايفينه ده. والبيض طبعا لو انت عايزه تدحرجيه، انا هنا سلقت البيض واستكفيت، يعني احنا واولادنا بنحبه، يعني انا واولادي بنحبه بيض مسلوق كده مش مدحرج في سمنه ولا حاجه. طبعا انت اللي تحبيه واللي تفضليه واللي يحبوه اولادك تعمليه. وعملت معاهم قوطه طماطم كده مخلله بالثوم والليمون، في منتهى الجمال، واكله كده على قد الايد، يعني مش على قد الايد قوي بس في الايام اللي احنا فيها دي برضو يعني اقتصاديه الحمد لله شويه، لحد ربنا ما يرفع عننا يا رب الغلاء اللي احنا فيه ده، اللهم امين. ويجعل الايام اللي جايه كلها ايام سعاده وفرحه علينا وعلى الامه الاسلاميه كلها وعلى الناس جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم يا حبايب قلبي، ويكون نال رضاكم. جربي طريقتي مش هتخسري حاجة، ان شاء الله تعجبك وتعتمديها. ما تنسيش تحطي لي اللايك. اسيبكم في حفظ الله واشوفكم في فيديو تاني بإذن الله، مع السلامة.